كل سنه وانتم طيبين. هعمل لكم النهارده ان شاء الله الحجازيه الاسكندراني. هقول لكم المكونات: 2 كوبايه دقيق سميد، 2 كوبايه دقيق عادي، كوبايه زيت على سمنه، معلقتين خميره، كوبايه ميه للعجن، معلقه سكر ورشه ملح. مكونات الحشوه اللي في النص: كوبايه دقيق سميد، كوبايه سكر، معلقتين قرفه، معلقه عسل. دلوقتي بقى هنيجي للعجن. هنحط الدقيق بتاعنا، دقيق الابيض العادي، عليه دقيق السميد، رشة ملح، معلقة سكر. هنقلبهم الاول على بعض. بعدين ننزل بالخميرة، نقلبها. نحط كوباية الدقيق الزيت على السمنة، نعجن لحد ما الدقيق كله يتشرب من الايدين. نحط المية مع العجينة تلم معانا. كده العجينه بتاعتنا اتلمت معانا اهي. هنقسمها على طبقين كده، على كورتين. نسيبها تخمر. ارجع لكم بقى بعد ما تخمر اوريها لكم هنفردها ازاي. دلوقتي هنجهز الحشوه: معلقه العسل على كوبايه دقيق السميد، كوبايه السكر، معلقتين القرفه. هنقلبهم كويس، طبعا بمعلقتين ميه برضو نحطهم عليها. لو عندنا جوز الهند او السوداني ممكن نحطهم عليها، يزود قيمتها الغذائيه. ممكن اللي عايز يكتفي بكده هو حر، يعني اللي يريحه زي ما تحبوا. قلبها بقى كويس لحد كل المكونات ما تتجانس مع بعضها، وهنركنها لغايه ما العجينه تخمر. وارجع لكم تاني لما بنفرد العجينه في الصينيه، هوريها لكم بنعملها ازاي. جبنا صينيه هندهنها ونفرد فيها نص العجينه، وهنحط الحشو نفرده. كده فردنا الحشو، نحط بقيه العجين. هنفرده بقى. نفردها كلها على الوش. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. هنجيب شوكة ونشكلها كده على درجة حرارة عالية. هوريها لكم بعد ما تخلص شكلها ازاي. وده الشكل بعد ما طلعت من الفرن. هقطعها واوريها لكم. شايفين الحلاوة؟ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.